سيد عبد الحفيظ يشن هجوما حادا على ريبيرو مدرب النادي الأهلي. قال السيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة ام بي سي مصر: بداية الأهلي مش على القدر المنتظر من الفريق، والناس كلها كانت مستنية أحسن من كده بكتير بسبب الإمكانيات والقدرات، والوقت كان في صالحك واللعيبة اللي جت كلها كويسة، ولكن لسه بدري جدا على الحكم على ريبيرو. وأضاف: في شوية نقاط محتاجين نقف عندها، لازم نبقى عارفين كويس أوي الطبيعة اللي شغالين فيها والنادي اللي بنمثله. حتى في تصريحاتنا وكلامنا ممكن تكون كلمة عادية، لكن مع النادي الأهلي ما تنفعش. وميعاد تمرين الأهلي الساعة 10 أو 10:30 الصبح ممكن يكون مناسب برا مصر، وداخليا في الشتاء ممكن، لكن في الصيف صعب شوية بسبب البيئة اللي احنا فيها. بعد هجوم سيد عبد الحفيظ رد رسمي من الأهلي حول أغرب قرارات ريبيرو. رد عماد النحاس المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الانتقادات اللي وجهها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي حول قرار المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو بإجراء التدريبات في 10:30 صباحا. وتصاعدت حدة الجدل حول توقيتات تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد انتقادات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي لقرار المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو بإجراء التدريبات صباحا، واصفا إياه بغير المنطقي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مستنكرا عدم اختيار الفترة المسائية. وكشف عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية سابقة أن القرار أساء استياء اللاعبين وفقا لمصادره، ما أثار ردود فعل واسعة. من جانبه خرج عماد النحاس المدرب العام للفريق بتصريحات رسمية عبر قناة الأهلي ردا على سؤال حول سبب اختيار توقيت الصباح للتدريبات قائلا: كل مدرب له وجهة نظر وريبيرو له رأيه في موعد التدريب، وهذا السؤال يخصه أكتر. وأوضح النحاس أن المدربين الأوروبيين لديهم أفكارهم الخاصة، وريبيرو يظهر استجابة واضحة في قراراته، مشيرا إلى أن الأسباني ليس مرنا في كل الأمور ولديه قناعاته الخاصة. سيد عبد الحفيظ يفاجئ نادي الزمالك بتصريح مثير. قيم السيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي أندية الدوري المصري الممتاز بعد مرور 3 جولات من الموسم الجديد كاشفا عن الفريق الأفضل. وقال السيد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الكرة مع فايق على قناة ام بي سي مصر 2: بداية الدوري ليست أحسن شيء لكل الفرق، والمصري أفضل فريق فنيا حتى الآن، والزمالك أصبح لديه رتما مختلفا عن السنوات الماضية ولديه شراسة، ولاعبه خوان ألفينا يمتلك قدرات جيدة جدا وهو لاعب تقيل، ومنتظرين الأيام تحكم لنا. هو 1 على 1 فظيع ويمتلك قدرات هائلة. وكشف: الحكم على ريبيرو المدير الفني للأهلي ما زال مبكرا، ولكن يجب أن يكون شرسا وانفعالاته تكون أكثر من ذلك. الكرة المصرية تحتاج إلى ذلك، وأثق تماما في محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ولكن رأيي الشخصي لست مقتنعا تماما بفكرة التدوير بين حراس المرمى في الأهلي. لا يوجد فريق في العالم ينافس على البطولات ولديه إمكانيات جيدة وتاريخ ويكون به تدوير في مركز حراسة المرمى.